الله على الصوت بتاع الطاجن وهو لسه طالع من الفرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في مطبخ بوسي. لو اول مرة تشوفي قناتي اسعديني باشتراكك في القناة، ولو عجبك الفيديو لايك وشير كتير. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم وصفة جميلة جدا جدا بجد هتعشقيها، وولادك هيحبوها. لو ما بيحبوش البطاطا، ما هو احنا ما فيش حد فينا ما بيحبش البطاطا الصراحة يعني. بس هي حاجة سهلة وممكن تعمليها، يعني حاجة مش مكلفة خالص، وفي نفس الوقت ممكن تعمليها في العزايم، ولو عندك ضيوف ممكن تعمليها ومش هتاخد وقت نهائي خالص خالص. وفي نفس الوقت هي موجودة طول الفترة ديت، نستغلها ونعملها. اول حاجة هتبقى دافية في الشتاء الدافي دوت، وفي نفس الوقت فوائدها جميلة جدا، ولو عندك اطفال هياكلوها هيحبوها جدا جدا. تعالوا كده هنشوف هنعملها ايه. الكمية اللي انت حباها، بس دول 5 حبات بطاطا آم، كبار شوية. هنحط عليهم كوباية سكر وكوباية مية وورقتين فانيليا. لو ما عندكيش، لو عندك الفانيليا سايلة، معلقة أو معلقة فانيليا عادية وحطيناها. مش عارفة المقطع ده راح ليه، بس احنا حطيناه. هتحطي بقى كوباية مية، كوباية يعني كوباية في الأول وبعد كده نص كوباية وبعد كده نص كوباية لغاية ما تستوي معاكي، عشان احنا مش عايزين. هي خدت حوالي كوبايتين مية، عايزة تحطيهم كلهم وتصفي المية بتاعتها، دي حاجة بقى ترجع لك خالص. هي ما خدتش معايا وقت، حطيت نص كوباية في نص كوباية لغاية ما شربت الميه واستوت معانا. هنا بقى احنا بنعمل البشاميل. البشاميل ده بقى ما اقدرش اقول لكم على طعمه بيبقى جميل ازاي. طب المقدار بالظبط يا بوسي: معلقتين زبده، مكعبين زبده كبار، وحطيت عليهم معلقه سمنه عشان الزبده ما تتحرقش مني. بتدي بيني وبينكم الزبده بتدي نكهه حلوه قوي. هنا حطيت كانتش لسه المكعب ساح، يستحسن عشان ما تتحرقش مني. على طبعا عين اللي هي الصغيرة براحتك خالص تقلبيها عشان ما تتحرقش او تبوظ منك. هدي النار على اي حاجة انت خايفة ان هي تبوظ، هدي النار عليها، هتبقى ماشية معاكي خطوة بخطوة بالظبط كده. زي ما انا زي ما انتوا شايفين انا على الهادي خالص بحمر الدقيق بتاعي عشان ما يتحرقش مني، ولا يبوظ مني، ولا الزبدة تتحرق مني. فاهمين قصدي؟ وفي نفس الوقت انا بتابع البطاطا وكده، كانت خلاص استوت معانا. ما احتاجتش ان انا اهرسها لانها هي استوت. يعني انت عملتها بالمعلقه مش بالشوكه كمان، بالمعلقه اتهرست معايا وبقت زبده. والصراحه لو عندك اطفال ممكن ياكلوها، تعملها لهم بالطريقه ديت، بجد مغذيه وطعمها لوحدها كده جميله جدا من غير البشاميل. وممكن تعمليها وتحطي اي حاجه عليها، اي صوصات عليها هياكلوها وهتبقى جميله جدا. هنا بقى اول ما انت تشمي ريحه الدقيق اتحمر، تروحي حاطه عليه كوبايه لبن كده وتقلبيه، وبعد كده بقى تحطي اللبن بتاعك. وهنا بصوا انا حطيت، بصوا القشطه نازله اهيت. بحب قوي احط القشطه بتاعت اللبن في اي بشاميل، ولو عندك قشطه تاني حطيها، بتدي قوام كده وطعم الصراحه غني. وممكن بقى لو انت كترتي القشطه كمان ممكن تزودي ميه. دوت ممكن دوت كيلو لبن ممكن تحطي نص كيلو لبن ونصه ميه، ولو عندك قشطه تحطيه هتبقى غنيه. هنا حطيت برضو السكر بقى ده على حسب رغبتك. انا حطيت سكر كان قليل شويه وبعد كده حطيت تاني. بس كده وهيكركع معاكي ولا يهمك، انت تقدري تضربي في المضرب دوت. والمضرب ده يا جماعه لو لسه انت ما جبتهوش، اقول لك ان انت هاتيه، يعني بجد جميل جدا. آم، ندهن بقى الطواجن بتاعتنا. آه، بجد طعمها في الطواجن طعم تاني خالص يعني. طعمها حلو قوي في الطاجن. زي ما عندك طواجن صغيرة برضو تكون أحسن وأحسن. أنا بقى كان الصراحة عندي 4 وسبحان الله، يعني بعد وفاة جوزي الطاجن الرابع أثناء ما هو كان موجود كان اتكسر. كنا 4 وبقينا 3، سبحان الله. وكان 4 طواجن، كان فيهم واحد اتكسر سبحان الله.
هنا بقى أنا عارفة إن الكمية دي هتاخد 4 طواجن، حطيت بقى في الطبق أو البولة البورسلين وكمّلتها. هنا بقى بتوزعي الكمية اللي انت عاملاها بالتساوي، بأي تساوي. معلقتين معلقتين، تحطي في كل طاجن معلقتين معلقتين او 3 معالق لغاية ما تشوفي الفائض، وبرضه توزعيه بالتوازي. زي ما انتوا شايفين كده. برضو هنا البشاميل حطيت برضو كبشتين كبشتين، وبعد كده اللي فاض هو ما فاضش، يعني فاض حاجات بسيطة جدا. انا بالعين المجردة كده انت بتبقي حاسة ان دي هتكمل ايه او كده. احنا شطار وعارفين كل حاجة، بس خدي الفكرة واعمليها بجد مش هتندمي. بجد طاجن يعني جميل جدا جدا جدا. وبعد كده حطيه في الفرن، وبعد كده شغلي عليه الشواية. طب البشاميل احنا نعرف ان الدقيق استوى ازاي. اول ما تحسي ان هو فيه اللون غامق كده في الحله، حطي اللبن على طول عليه. انا برضو المقطع ده جري بسرعه وما عرفتش اقول لكم. طبعا الطاجن بقى عشان ما يتحرقش مننا نمسح الجوانب كده من اي زيادات فيها بالمنديل كده بتاع المطبخ، نروح نمسح باي زوايد فيها عشان ما تتحرقش مننا ويبقى شكل الطاجن او يطلع ريحه ريحه حروقه وكده بتبقاش ظريف. هنا بقى الجمال اول ما طلع، بصوا بقى يعني بجد جميل جدا. وطبعا انا حطيت آه البولة بتاعت البورسلين حطيتها في صينية عشان اضمن ان هي لو السخونية جامدة عليها تبقى خفيفة شوية. وده كان الطواجن بتاعتنا. طبعا ممكن تعمليها في طواجن اصغر وممكن تعمليها في صينية. بصوا بقى البكبكة بتاعته بجد يعني جميلة جدا، واكيد شفتوها في اول الفيديو. ودي كانت وصفتي النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. بصوا بقى القوام اللي جاي، انا حبيت اقول لكم. طبعا دي ممكن تاكليها كده وممكن تقطعيها مكعبات. ممكن الطاجن ده تعمليه أربعة كده وتطلعي الخلطة بخلطتها لما تبرد خالص 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 زي البشاميل كده. لما يبرد خالص، ولو انت عايزة تحطيه بقى كده وتاكلي بقى وتستمتعي بجد. دسم، هو دسم جدا جدا وحلو للشتاء. يعني فاهمين فعلا البطاطا سبحان الله اكل الشتاء بيبقى حلو جدا للشتاء، لكن طاجن زي دوت في الصيف مش هتقدري تاكليه. بجد تحفة جدا، ولو عندك ضيوف ممكن تعمله لهم هينبهروا بيه. بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم لي سالمين.